شفتي دكتوره مروه انت بتحبي الشطه جدا. طب انا عاوزك واعرف ان انت بتاخدي القرون حراقه وتاكليها كده عادي من غير طب خدي لي قرن وكليه، بلاش الاحمر قوي ده هيتعبك. ده فظيع ده. بس لا انا بحب الشطه جدا. هيتعبك. ما اعرفش طب يلا التحدي بقى، التحدي. طب يلا معايا. لا ما اقدرش. يلا التحدي. انا بحب الشطه جدا جدا لدرجه لا تتخيلها. انا بحبها انا كمان. ابدا يومي من غير ما اكل شطه الصبح الظهر في اي وقت. لازم حلوه للصحه. يلا ورينا التحدي. هتاكل القرن من غير ما تقولي اي. اول السكه انا بعمل على طول كده. لما السريع ده ممكن تنقطع منك بالراحه خالص لان الكوسه بتبقى طريه. هاي اخباركم ايه؟ بصوا احلى حاجه في الدنيا صراحه اما الاقي واحده كبيره كده ايا كانت بقى قطه كلبه اي حاجه ووالده وجايبه اولادها معاه والاولاد صغننين كده وتعمين والقطه ولدت بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عايزين ندوروا بقى على اسماء للقطط الحلوه دي. وانت رايك يا جيجي؟ مش عارفه اقولها لسه هسميهم بقى. هتسميهم هم على العموم. القطط دي مش بتاعتي، بتاعت زميله ليا يعني وعزماني عشان هتعمل لهم سبوع النهارده باذن الله. بصي انت زعلانه عشان تاخدي عيالها. زعلانه عليه بتقول لك هاتيهم. ما شاء الله هي والده 3 يا جماعه. حطهم ومن كتر الحنان اللي هي فيه عشان هي حنينه جدا. شوفي زعلانه. هي حنينه جدا. حطهم على السرير جنبها اقسم بالله في كرتونه وكانها بقى ست والده وكده انت بتعملي لها شوربه ولحمه انا سهرت معاها. لا بجد بتعملي لها شوربه ولحمه وكده. صحيت وكلت. لا بجد بتعملي لها شوربه ولحمه. شوربه سمك والله بجد. والله بجد. بسم الله ما شاء الله. بس هم انت عرفت ابوهم ولا لسه؟ ده سمسم. حاسه ان هو سمسم لان ده شبه سمسم بالظبط. يعني سمسم. شفتي سبحان الله بتشدهم من عليه. شوفك انت اذيتيهم ولا لا؟ بسم الله ما شاء الله. انت ليكي حق تحبيهم على فكره. جميل. ايوه يعني شوفي ده حنينه خالص. هي عايزه تعضيه. عايزه لا ده عايزه تشيله تنزله. يسخنن يسخنن. عايزه تشيله باسنانها تنزله وفي نفس الوقت مش راضيه تعضه عشان ما توجعوش. ما شاء الله ما شاء الله. بتقول لك هاتيه. فعلا الام امه يعني سواء كانت حنيه فظيعه في الانسان او الحيوان او الطائر. سبحان الله الام. ده انا شلته من جنبها وهي بتولد عملت مشكله. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. انت هتسميهم ولا مش هتسميهم؟ مش لسه ما اخترت لهمش اسامي. بس هو ابوهم سمسم المجرم. لا ده سمسم هم عشان شكل سمسم. ده جميل خالص يا جماعه. سبحان الله. شوف خايفه على اللي انت ماسكاه ازاي. طب انا هاخد دي. بتشخط فيك. هاخد دي. انا خايفه تهب فيك. شوف استني بقى ما تقول لك هاتيه. لا ده هتعمل مشكله. هتجري وراك. اهي شفتي نزلي خلاص يا حبيبتي خلاص. شفتي مش هتسيب. مسكته باسنان. سبحان الله يا جماعه. سبحانك يا رب. سبحان الله. لا وريكس المجرم جه شالته باسنانها عشان تحطه في مكان. الام يا جماعه حنيه فظيعه. هي فيها حنيه فظيعه. لسه هنكمل. السلام عليكم. يا ريكسو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ما تبدا انت الفيديو. اتكلم انت. لا انا بصور بس. لا في عليا تصوير. معاكي جانا هتبدا معاكي الفيديو. النهارده يا جماعه احنا على سطح بيت. بسم الله ما شاء الله. سطح بيت مميز جدا جدا. يعني ده هتكون دعوه لكل الناس. فين المايك؟ المايك جوه. ماشي يلا. اجيبه يعني. لا مش مشكله كملي عادي. ماشي. هتكون دعوه ان شاء الله لكل محبي الزرع على الاسطح. بجد ان احنا نجمل الاسطح دي حاجه جميله جدا. وكمان احنا مش بنجمله بالورد بس، ده بيكون بالخضار وكل الحاجات اللي البيت بيحتاجها يعني باقل التكلفه. اكتر واحده داعمه للموضوع ده بقى هي الاستاذه جيهان لانها هي صاحبه الفكره ديت. هي اكتر واحده هتتكلم على السطح. عرفيهم بقى بنفسك وتكلمي زي ما انت عايزه. احنا طبعا اصحاب قناه وفر في بيتك منوعات. اكيد في منكم اللي متابعين قناتنا وممكن تكونوا بتشوفونا لاول مره. ده السطح بتاعنا. احنا بنزرع الخضروات اللي احنا بناكلها وبنزرع كمان خضروات بياكلها الدواجن. هنا الفلفل بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده طارح. احنا هنسيبه لحد ما يحمر ونخزن منه للشتاء لان انتوا عارفين الفلفل ده بيبقى في الشتاء غالي. لان محتوى قناتنا ان احنا بنوفر في المنزل يعني بنزرع حاجات وبنربي طيور كمان
وهنا الخضار اللي بنأكله للدواجن. عندنا البرسيم، ده البرسيم الحجازي. ده البرسيم اللي بيقعد حوالي كام سنة في الارض، صح كده؟ ده بيقعد حتى يعني احنا في الصيف المفروض ان البرسيم بيبقى في الشتاء بس يا مرة. ودي شهر 7. ده بيفضل باين في الارض حوالي 5 سنين تقريبا. ودي اللوبيا ما شاء الله، اللوبيا الحمراء. يا جماعه شايفين السطح جميل بصراحه، يعني ما شاء الله الله اكبر. يعني صراحه هي دعوه جميله للجميع انه يهتم بالسطح. دي بتعتبر علف للحيوانات. ده لوبيا حمراء. لوبيا حمراء يعني مستورده من امريكا. يعني ينفع احنا ناكل اللوبيا دي؟ ينفع ناكلها والحيوانات تنفع تاكلها برضه. طب هي طيابها بيختلف عن لا زيها بالظبط. وممكن تتاكل خضره يعني. بس طبعا خدي البذور دي هديه مننا ليك يا دكتوره مروه. السطح ده انا هديلها مجموعه بذور بعد التعب، صح؟ مش بالسهل قوي اللي انا اقوم من النوم عايزه اجيب شاليه اروح زرع فوق السطح. لازم يكون بنحضر في الصناديق دي، واحنا عاملين لها طريقه اصلا للتصنيع. طريقه خاصه، لازم يكون لي طريقه خاصه علشان نحمي، عشان في صرف تحت بالظبط، عشان ما ينزلش ميه على السطح يبوظ السطح. اكتر واحد انت بقى اللي هتشرحي لنا بسرعه كده، انا مش هطول عليكي عشان الجو حر فعلا وحضرتك مرهقه النهارده وطالعه من الشغل تعبانه. اشرحي لنا بسرعه خطوات الصندوق اللي بيتزرع. احنا بنعمل المجسم بتاع الصندوق وبنغلفه من الداخل بمشمع خشب ومشمع، وبنخرم، بنعمل خرم. طب تعالوا لو سمحتوا بره كده عشان بس نشوف الصناديق من بره، لان انتوا كده في موضوع. تشرح لنا يا استاذ باسم طريقه عمل والله ام محمود هتشرح احسن مني كمان. جميل عشان بس التصوير. ماشي. هنا الصرف تحت، وريهم الصرف. يعني هنا في ناس بتقول لنا ان الميه بتنزل على السطح، ده الصرف بتاع الصندوق بينزل في اي اوعيه بنحطها. يعني انت خارم خرم تحت الصندوق. ما هوريه له. الصندوق ده بصي بيتحط فيه الايه؟ الصرف بيتعمل بطريقه معينه. بصي الخرم اهو، ده معمول زي طريقه حنفيه كده. ايوه. وهنا الصرف اهوت برضه. اي ميه زياده في الصندوق بتنزل عشان ما تبوظش الزرع. دي زرعه ايه؟ دي زرعه ومحافظه عليها عشان ده جرجير. ده جرجير، احنا زارعين جرجير لان العصافير بتحب تاكل الجرجير والفجل. ودي ملوخيه صح كده؟ دي الملوخيه. بسم الله ما شاء الله. انتوا مهتمين بالشطه وكده، حاسه ان اكتر حاجه مهتمين بيه. الفلفل في الشتاء بيبقى غالي زياده. ايوه غالي فعلا، فاحنا بناخد منه في الصيف. دكتوره مروه انت بتحبي الشطه جدا. طب انا عاوزك انت واعرف ان انت بتاخدي القرون حراقه وتاكليها كده عادي من غير. طب خدي لي قرن وكليه، بلاش الاحمر قوي ده هيتعبك. ده فظيع ده. بص لا انا بحب الشطه جدا. هيتعبك. ما اعرفش طب يلا التحدي بقى، التحدي. طب يلا معايا. لا ما اقدرش. يلا التحدي. انا بحب الشطه جدا جدا لدرجه لا تتخيلها. انا بحبها انا كمان. ابدا يومي من غير ما اكل شطه الصبح الظهر في اي وقت. الشطه حلوه للصحه. يلا ورينا التحدي. هتاكل القرن من غير ما تقولي اي. ما بلاش عشان ده فظيع. ده حراق جامد هيطلع من عينك. طب التحدي ايه هيبقى المكسب بتاعه او كده؟ هصور لك كمان فيديو. لا مش ممكن. ده صعب، الحته دي بتبقى صعب. لا مش ممكن. لا مش ممكن. لا انا مش مصدق. عليك حمار ده. ازاي يا جماعه اوريكم وشها عامل ازاي الاول كده. ايوه المهم ما اقولش دموع. يا نهار ابيض. المهم ما اقولش. طب انا عايز اسالك سؤال بس، حدته زي العادي ولا اشد؟ ده شديد. ده بالنسبه لي من النوع الخفيف. يا سلام. انا بجيب الشطه اللي هي اسمها الرفيعه اللي هي بتبقى حراقه اكتر. اسمها ايه؟ سوداني. هي ديت اللي بتبقى مولعه جدا جدا جدا. عندكم كوس؟ عندنا كوس. ملاحظين اللي انا جايبه مقوره؟ ده جايه مخصوص عشان تعرف. اقسم بالله انا ما كنت جايه اصور، ولكن انا ببوظ دايما الكوس. ما اعرفش ايه. شوفي لك واحده بقى عشان احنا الكوسه بتاعتنا احنا هنا هي يا ماما. هنا بنجمع منها. هنا هي يا ماما. هنا في كوسه يعني. لا خلاص هنبقى نجيب واحده. لا في لا ما هي اصلا بتشطب. ايوه وريني كده، اخلعيها كده. مش مشكله، قطعيها دي خلصت خلاص. احنا اصلا طريقه تقوير الكوسه. طب خدي البذور كده في ايدك، حطها في ايدك في النص وبنقور ونخلع. كل ما اعملها الاقيها مفتحه. طب خليها لك تعملها مره يا ماما. شكرا يا جيجي. ماشي. ما تدخليش قوي يعني، شويه شويه تسلكي الاول السكه. انا بعمل على طول كده. لما السريع ده ممكن تنقطع منك. بالراحه خالص لان الكوسه بتبقى طريه. شوف. ما فيش فايده. كمان عندكم طيور. عندنا طيور. صح كده. عايش في الطيور. لا
مصممه ان انا اكل كوسه على شطه حراقه جدا. طب دوقيها بس، دوقيها هتتفاجئي بالطعم. صدمه صح؟ عامله زي القته. صح؟ صدمت الخيار. بالطعم. كنت متخيله انها كانت تاكل حاجه وحشه. لا دي مش كوسه، ما بيعمل كده طعم. كانها دي خيار أورجانيك. أو قتة. دي بقى الفرق بين الاورجانيك عشان واللي ما فيهاش بترش أي كيماوي. والله العظيم. والله يعني ده الفرق بين الحاجات اللي هي بتبقى مسكرة الطعم كده مختلف وطعمها تماما. ده تحس احنا لو اكلناها خضراء احسن ما ناكلها بناكلوها عندنا هنا في البيت خضرا، وجان بتحبها خضرا على فكره. مبرده تروح صراحه. صح كده؟ كده؟ عندكم بط بسم الله ما شاء الله. عندنا كل حاجه هنا. ده من الاخر نقول السطح المتكامل. احنا عندنا السطح قاسمينه جزئين، جزء للطيور بناخد فضلات الطيور بنعمل منها كومبوست ونحطه للزرع. تمام. بعد كده الزرع بيطلع ناكله للطيور، فعاملين دوره كده. يعني دور ما آه. بتشتريش حاجه من بره. عادي هلا كده. نادرا يعني ما تشتري شويه حاجات لا احنا هنا في اكتفاء ذاتي في البيت. اللي بنشتري بس الفاكهه، لان الفاكهه ما ينفعش تزرع على السطح. تحبي تقولي ايه للمشاهدين اللي لسه ما عملوش التجربه؟ بالنسبة لمشاهدين قناة مع مروة، احنا بنشكركم على متابعة القناة بتاعتها، ويا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر، ويا ريت برضو تزورونا في قناتنا وفر في بيتك منوعات تتفرجوا على التجربة بتاعتنا، تجربة رائدة في تربية الطيور وزراعة الأسطح، وعاملين دورة كاملة ما بين تربية الطيور وزراعة الأسطح، واكتفاء ذاتي في البيت بيصل ل 70% من الحاجات اللي بيعوزها المنزل احنا بنوفرها في البيت. ال 30% دول بيبقوا فاكهه بقى، لان احنا ما بنزرعش الفاكهه. ما بنزرعش الفاكهه على السطح هنا، لان صعب زراعه الفاكهه، لان معظم اللي زرعوا الفاكهه قال لك احنا بنشتري الشجر، ممكن يطرح سنه او 2 وبعد كده الشجره بتموت، لان هي عايزه تمد جذورها في الارض ومفيش ارض، تبقى صندوق صغير. عندكم رومي في هنا الديك الرومي ما شاء الله. الله اكبر، التصوير الواضح في ما شاء الله. الله اكبر. ده الرومي. احنا طبعا بنهتم بتربيه الطيور البلديه، لانها بتركض على البيض، فمش بنحتاج فقاسه، رغم ان احنا شارين فقاسه برضو للطيور التانية اللي هي ما بترقدش على البيض. عندكم اصلا مشروع اللي هو الفقاسه ديت عملتوه عندنا مشروع الفقاسه ما شاء الله، وباقي الطيور بقى رومي صغير تقريبا صح كده. اللهم صل على النبي ما شاء الله. والبط ما شاء الله. مش عايزه اطول على المشاهد. المهم ما شاء الله. هتاخدي كتكوت صغيره ولا لا؟ كتكوت صغير. استاذ باسم عاوز يديني كتكوت اربيه يعني. كتكوت رومي. هو فين؟ في الفقاسه. يلا بينا. يلا بينا. بس انت عجبتك عجبتني الفكره جدا جدا. صدمت من طعم الكوسه كمان. لا ما شاء الله جميله جميله. تعرفي الفرق ما بينها وبين الكوسه. فين المقوره بتاعها؟ بسم الله ما ادخلي شاء يا ريكس، الله. ادخلي يا ريكس. ريكسو ده معانا في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. هنا. كمان مربيه حمام. هنا طبعا حمام انت خدت منه جوز، هتديني جوز منه. انت انواعك ايه؟ تختاري بقى هنا في انواع ايه؟ في حمام فرنسي. لا اللي هو بيقول عليه اللحم الفرنسي ده. ايدي النور يا ام عبد الرحمن. ما شاء الله. وبلدي صح كده؟ اه هو معظمه بلدي. لو سمحتي يا ام عبد الرحمن، الحماميه اللي فوق دي نوعها ايه؟ البيضه عاملة الكبيره زي اللي ديت. كانت عندي اسمها الكينج. الابيض ده الابيض ده لحم ما فرنسي. ده الفرنسي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا قد حول ولا قوه الفرخه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر. ما ده اللي وشايفة- انت هتديني منه صح؟ شايفه الذكر الابيض في اسود انت ده؟ هتدوني الجوز ده ولا الجوز ده؟ لا ثواني بس، انت شايفه دي- يعني دي ده الابيض في اسود ده ده الهجين بقى. بصي يا ستي. هتدوني ده ولا في جوز في الاخر. لا حاسبه لا حاسبه اهدي حاسبه. سيبيها يا مروه. سيبيها سيبيها. لا ده راقده على بيض. ده مش زغلول ده كبير. على اولاد صح؟ الزغلول في الاخر اهو. الزغلول ده بسم الله ما شاء الله. هو ده اللي انا هاخده؟ لا ده عاوزه تاخده ده ماشي مفيش انا مشكله. عايزه واحد يكون كبير. ده ان شاء الله ده اللي انا ان شاء الله هاخده صح كده؟ خلاص براحتك. ده اللي انت عاوزاه. ما شاء الله تبارك الله. ماشي. انا عايزه، انا نفسي اكل يعني نوع يكون الزغالين بتاعته كبير، وده تقريبا بسم الله ده ما نضيف شاء الله. جدا. الله اكبر. حلو. وعندك برضو الجزء اللي انا مرشحهم لك اللي هو هجين اللحم الفرنسي مع الزاجل. هو ده اللي انت كنت ماسكه؟ بسم الله ما أيوة. شاء الله تبارك الله. برضه جميل جدا ما شاء الله. احنا عاملين كمان انتقاء وراثي هنا. الحمام اللي كان زغلوله رفيعه بيلعب. خلصنا. لا بيلعب. بيلعب. طيب كمان عملتوا مشروع جديد
الفقاسه صح كده؟ أيوة. الفقاسه بقى دي الحاجه الجديده اللي احنا جبناها عشان في طيور ما بترضاش ترقد على البيض. كل ده يا جماعه في قناه وفر في بيتك منوعات، يعني ما شاء الله لو كلنا عملنا الطريقه دي يعني بسم الله ما شاء الله مش هنحتاج حاجه من بره خالص. لا ما شاء حاجات الله بسيطه بس اكل كمان زي الكوسه اللي انا اكلتها بسم الله ما شاء الله نضيفه سكر، رغم ان انت كلتها دبلانه يعني. انا ما حسيتش ان انا باكل كوسه خالص اقسم بالله، يعني خليط كده ما بين الخيار ما بين حاجه مسكره، حاجه حلوه. حاجه حلوه تحبي تاكليها. الفقاسه دي انتوا فكرتوا فيها عشان يبقى مشروع من البيض اللي بيطلع لكم من السطح، عشان ما نشتريش بقى كتاكيت كمان، عشان احنا كنا بنشتري كتاكيت واحيانا بتبقى مريضه او عيانه وبتموت بعد اسبوع او اسبوعين بعد ما تاكل كميه كبيره من المال. تمام. فاحنا طبعا هتبقى الكتاكيت بتاعتنا بقى نظيفه زي الامهات ما فيهاش امراض، هتبقى حلوه يعني. وهيبقى مشروع يعني ممكن كده نعمله مشروع وفعلا انتوا بداتوا بالفعل انكم بتبيعوا منه. بنبيع منه دلوقتي. ما شاء الله تبارك الله. ده كله في قناه وفر في بيتك منوعات. طبعا انا قناتي صغيره جدا يعني، بس على الاقل يعني صراحه احنا نستفيد منكم بسم الله ما شاء الله. جزاكم الله خير عن كل حاجه بتعملوها ان الناس تستفيد بيها، لان انتوا فعلا القنوات اللي هي الباقيه، القنوات اللي هي المحترمه اللي هي بتقدم رساله للمشاهد، بتقدم رساله للمشاهد، يعني مش يعني اللهم صل على سيدنا محمد، مش حاجه اللي انا داخله يوتيوب وخلاص، لا ده انا داخله اقدم لك حاجه يعني تكون صدقه جاريه يعني بعد كده صح كده. لان فكره القناه بتاعتكم من الافكار بسم الله ما شاء الله الجميله، القنوات اللي هي فعلا تستحق المتابعه والمشاهده، لان انا فعلا كل يوم بستنى، اقسم بالله انا بستنى الفيديو بتاعكم، مش عشان مثلا الصداقه، لا عشان انا هستفيد ايه. كمان احنا فيديوهاتنا مش تربيه طيور وزراعه وبس. أيوة. احنا عندنا فيديوهات طبخ وعندنا اكلات موفره. احنا توفير في كل حاجه. ليه انا انتوا بس كده عايز اجيب لقطه كده. ريكسو انت بتعمل ايه؟ بينظف. انت بتعمل ايه؟ بينظف. طب كمل يلا كمل. بيكنس. كمل. بيكنس حته يقعد فيها. انتوا مش فاهمين. تمام. فعلا انا بدات يعني من سبب القناه بتاعتكم، بس انا عاوزك تحط لي الزغلول مكانه. فعلا بسبب القناه بتاعتكم انا بدات اربي حمام، يعني ده انا اول ما كده لقيتكم يعني استفدت منكم فعلا في تربيه الحمام، وفعلا عملت اوضه عملت غيه جميله. صراحه يعني. تعالي يا مروه انت سلكي له رجليه من القش ده بسرعه. بس نفسي في حاجه، نفسي كمان اللهم صل على سيدنا محمد ازرع فعلا على السطح، يعني دي ده اللي فاضل عندي. اللي فاضل عندي، اللي انا فعلا يعني فعلا انا بعمل حاجات كتيره زيهم يعني، بس انا عملت ورد وحاجات لكن ما عملتش خضار لسه، بس ان شاء الله المره الجايه اوعدكم ان انا هعمل الحاجات دي. لفت حوالين رجليه كويس ما خدناش بالنا. كويس ان احنا جينا في الوقت المناسب. ربنا كريم. بسم الله. فاكره يا ربي. الحمد لله. يلا دخلي بقى يلا. ده كان لافف حوالين رجليه وكان مأذي. ماشي. كان بيأذيه. بسم الله. انا مستمتعه في اوضه الحمام لان انا اصلا من هواة الحمام وبحب الحمام، بس طبعا هنسيب اوضه الحمام دلوقتي وهنروح للمفرغ عشان نشوف طريقه الكتاكيت والحاجات اللي بتطلع منه يعني. وكمان اشوف الكتكوت اللي هو وعدني بيه اللي انا هاخده، وكمان انتظروا الكتكوت ده لحد ما يبقى ديكروم. هذبحه. يلا بينا. ندي على ريكس. تعالى دي لازم احنا نطلع. تعالي بقى شكل هذا ممكن. لا ده جميل، تصوير جميل وكله تمام، وبس هجيب بس الاول درجة الحرارة ودرجة الرطوبة، وده مقياس درجة الحرارة ومقياس الرطوبة. هي اوتوماتيك بالكامل، تقليب ودرجة حرارة ورطوبة وكل شيء. دي الفقاسة ان شاء الله يعني. دي الفقاسة صح كده؟ دي لسه جايبينها جديد. جايبينها جديد اللي هي بتطلع تحط البيض فيها يقعد كام يوم؟ حسب نوع الطائر. في 21 يوم، في 30 يوم. يعني البيض بيختلف من البطه من الفرخه للرومي. ايوه طبعا ده ليه عدد ايام وده ليه عدد ايام عشان الفقاس مش كله في وقت واحد. طب لقطه بس هجيب لقطه للمواعيد دهيت. الفلاش بتاعك بيشتغل ازاي؟ مش عارفه والله. ده ايوه دي الفقاسه ان شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هو سؤال بس، بتفتحوا عليه عادي ولا يبقى غلط ان هو يفتح عادي؟ لا عادي. شد الدرج اللي تحت يا ام عبد الرحمن، شد الدرج اللي تحت. هو سؤال يعني مش لولبي قوي، يعني عايزه اقول هو الحمام ممكن احط بيضه هنا؟ الحمام ممكن احط بيضه؟ كل انواع البيض يتحط. الكتكوت جوه خالص يا ام عبد الرحمن. لا ما شاء الله ما جربناش الحمام. شدي اهو قدامك اهو. ده كتكوت الرومي. يعني كتكوت الرومي ده شكله لسه طالع النهارده. طب وده هعمل فيه ايه ده؟ يعني ليه اكل
اكل ايه يعني؟ رز ولا ايه؟ ولا لا بياكل كتاكيت، ايه؟ اكل كتاكيت صغيره اللي هو الاكل البادي. وبرده هيعوز لمبه وهيعوز حاجات طبعا كده تدفئه، تحطيه في كرتونه. حطيه في كرتونه جنبك وجنبك الجو حر اصلا مش هيحتاج هو تدفئه. اسقيه بالسرنجه ولا هو لا هو لا، هيشرب لا، ياكل هشرب لوحده. تحط له بس الميه في ده حاجه صغيره عشان ما صح؟ يغرقش. اشمعنى هو الوحيد اللي طلع بس ولا ايه؟ هو البيضه بتاعتي اللي كنت حاططها متاخره بس. والله العظيم بس جميل خالص صغير. بسم الله ما شاء الله عليه. ده كتكوت الروم الصغير اللي لسه طالع. هتحافظي عليه؟ هحاول احافظ عليه، ده اذا ما ماتش مني لحد ما وصل. لا 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 لا, لا ده جميل، ده جميل، ده هيعجبك جامد. ايوه لا جميل ما شاء الله. حطي بس بسم الله ما الكرتونه شاء الله. صغيره كده عشان انهي بقى انت. أيوة. طبعا عند الكتكوت الرومي اللي هتاخده مروه بننهي الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. يا ريت ما تنسوش اللايك لقناه مروه، ما تنسوش الاشتراك اذا ما كنتوش اشتركتوا في القناه، وما تنسوش دعم القناه دايما بان احنا نشاهد الفيديو للاخر عشان الفيديوهات تنتشر. شكرا. كلمه لجمهورك. والله انا بشكر جمهوري دايما لان هو فعلا الدعم ليا بجد يعني. اي نعم المشاهدات لسه بسيطه بس على قد القناه، بس انا فعلا يعني بشكرهم جدا جدا، وبشكرهم على التعليقات الجميله اللي بيعملوها. وزي ما قالت الاستاذه جيهان اللايك والاشتراك. لا اللايك والاشتراك لوحيد. لوحيد؟ انت وحيد وحيد عشان هو وحيد. عشان هو وحيد وتاخدي بالك منه وتراعيه. هحاول والله. ماشي. هحاول. وعاوزك تحطه لي في المفرغ تاني، وهتاخديه مني بكره الصبح عشان يكون نشف لانه لسه طري. هو لسه مولود دلوقتي؟ لسه مولود لسه لسه طري. طالع من البيضه. هجيبه لك المدرسه ولا تروحي بيه النهارده؟ مش عارفه. روحي بيه النهارده عادي بس حافظي عليه ودفيه وخلاص. في كرتونه ولا حاجه؟ وهجيب لك كرتونه واجيب لك علبه تحطي فيها وتاخديه وتروحي بيه. ماشي. واسمه ايه؟ وحيد. وعشان هو وحيد. وحيد. واللايك لمين النهارده؟ لوحيد. لوحيد. يلا سلمي عليهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا السلام عليكم ورحمه الله.